عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي من مطبخ أكلات بصراوية. إن شاء الله اليوم راح أسوي لكم مرق الحمص المجروش بالدجاج. عندي هنا تقريبا نصف كيلو حمص مثل ما تشوفونه، نصف كوب زيت، 3 ملعقة معجون، 4 طماطة مهروسة. هنا عندي صدر دجاج قطعته بهذا الشكل، وأنا قبل لا أطبخ الدجاج أكون متبلته سابقا، يعني بملح وطحين وخل وليمون على ما تطلع عندي كل الزفرة. عندي 4 فصوص ثوم مفرومة ناعم، قرن فلفل حار، بصلة مفرومة. البهارات اللي عندي رشة من الكركم، بهارات الدجاج، وهيل وكاري وكمون وفلفل أسود وقرفة وبصرة. عندي قليل من الملح. ويلا مع بعض نشوف الطريقة. بالبداية راح أسلق الحمص، ومثل ما تشوفون هذه الرغوة البيضاء أنا راح أشيلها. بالبداية راح أخلي الدجاج على النار إلى أن ينزل عندي كل الماء من عنده. هسه هاي مثل ما تشوفون هذا الماء راح أغسله، أرجعه على النار. هذا رجعته، فراح أضيف الزيت. هسه من بعد ما شوحت الدجاج ويا الزيت راح أضيف البصل والثوم، وأحبسهم تقريبا لمدة 10 دقائق مع البصل، وأيضا قرن فلفل حار. أخليهم بالبداية على النار مع البصل، بعدين أبدي أحمسهم. طبعا أعتذر من عندكم لأن الكاميرا طلعت ما جاية تصور، فأنا خليتهم ويا الدجاج على البصل والثوم والدجاج سوا على النار تقريبا لمدة 5 دقائق. بعدين استمرت بالحمس وياها لمدة 5 دقائق أخرى، وضفت البهارات. وهسه مثل ما جاي تشوفون راح أحمس البهارات ويا الدجاج وأخليهم يحمسون كلش زين قبل لا أضيف المعجون والطماطة. هسه راح أضيف المعجون تقريبا 3 ملاعق، أحمسهم ويا الدجاج في البداية وقليل من الماي على مود لا يلتصق عندي بالقدر. طبعا مثل ما جاي تشوفون جاي أحمس المعجون ويا الدجاج على ما تطلع عندي كل الريحة مالت المعجون، وضفت أيضا قليل من الماي قبل لا أضيف الطماطم. هاي أيضا ينحمس المعجون كلش زين.
هسه من بعد ما ضفت الطماطة راح اضيف تقريبا جلاس ماي، وايضا راح اضيف هسه الملح واتركهم على نار هادئة الى ان ينحمسون مع بعض كلش زين. هسه الحمص استوى عندي فراح اضيفه على المرق. طبعا هسه من بعد ما ضفت الحمص المجروش راح استمر بالتحريك الحمص وهي المرق لمدة ربع ساعة كاملة. ليش؟ لأنه سر نجاح هاي المرقة بهاي الخطوة لأن أنا ما أريد المرقة تطلع عندي فطيرة، تمام، أريد الكرخة مالت الحمص كلها تروح. طبعا اعذروني على إطالة الفيديو، بس هاي على مود تطلع المرقة عندكم كلش طيبة. هسه راح استمر أيضا بالحمس والتحريك المستمر لمدة ربع ساعة.